علمت قناتنا الإخبارية من مصدر موثوق أن أستاذا في الثلاثينيات من عمره أقدم أمس الاثنين على وضع حد لحياته شنقا داخل منزله بحي مساي بمدينة صفرو. وأوضح المصدر ذاته أن الهالك كان يشتغل قيد حياته أستاذا لمادة الفلسفة بإحدى الثانويات التأهيلية بمدينة صفرو، وكان يعاني من اكتئاب حاد يرجح أنه هو السبب وراء إقدامه على الانتحار، كما أنه كان يتوفر على ملف طبي يثبت معاناته من اضطرابات نفسية. وقد استنفر الحادث المصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية وممثلي السلطة المحلية الذين حلوا بمكان الواقعة، حيث تم نقل جثة الراحل إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بصفرو من أجل التشريح الطبي، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الحادث لكشف ملابساته، وذلك بأمر من النيابة العامة المختصة.